حكاوي الشعر الليبي تقدم. مساء الخير. اليوم نبي نحكي لكم على مشكلة كبيرة في شارعنا الليبي، وهي مشكلة العنف. العنف في السلوك، العنف في الكلام. والله الواحد ما عاد يقدر يمشي يا جماعة الخير في شوارعنا الجميلة. علاش؟ من السبان والشتايم والكلام القبيح. كيف البرنامج هذا؟ تبدأ ماشي في الشارع والكلام القبيح يبدأ يصب عليك زي القنابل من كل مكان، لأن الواحد والله يبدأ مستحيل إنه هو يقدر حتى يمشي مع عويلته ولا مع صغاره ولا مع مرته. اللهم اللي من الكلام اللي يسامعه في الشوارع واللي يسمع فيه تفترش من كل تركين عليه. المشكلة ما عادش في حد يا ناس حشم، حتى لا من راجل كبير لا من امرأة فايتة نتحشموا منها. والمشكلة الأكبر إن ما فيش من يردع. القانون ما فيش، شرطة الآداب ما فيش، كلها غاية ما فيهاش. يومها ماشي في الشارع نشوف في الهواء على حالي ماشي نتمشى، يعطيني جنة ما يقدرش نطلعني. أنا أساسا نطلعني من الحوش وش مشاني على رجلي. نلقى لك زوز يساب تقول جايين من الغابة، والله العظيم تقول جايين إلا من غابة. حشاكم الأول يقول تبرا يا ولد الطوط، والثاني يقول تبرا يا لعن طوط. نقول لك طوط ما نبيش نقول طبعا الكلام من هنا نفس رقابة. ولا مرة لو السوق واقف في السوق اموري تمام، واحد من الزواحف البشريه يتكلم في النقاط بيهبل هيك بيطير صوته عالي ودوا ما بيش نحكي لك شكله داير عركه مع اللي يكلم فيه شو تجيب لي طوط ما صارليش بالبيعه قلنا لك جيب لي طوط يلعن طوط. في الطريق وانا نسوق في السياره ما فهمتش والله ما فهمت. انا نسوق في السياره ماشي فيه سيمافر وقدامي يشعل احمر وقفت سيمافر احمر بنوقف، واحد قاعد يزولي وراي من تالي تلفت لقيته مطلع راسه من سيارته ويقول لي تطلع يا بهيم تطلع يا طوط ما تشبحليش لنجي طوط وجهك طوط. فهموها عاد انتم بروحكم، انا غير نطول فيها بروحي. الله يلعن اللي معلمك السواقه. المهم قاعد يقول لي بكلام فمش يقول لكم طبعا على الحركات اللي بده يدير فيها بيديه، هذاك وضع ثاني كيف بنقولها طوط ما تجيش. في الاخير هربت على الدراع وهربت وخلاص سيبتها له. درست عليه محطه بتاع بنزين، نزلت بنفتح التنك لقيت قدامي زوز كل واحد يبي يعبي قبل الثاني. واحد منهم قال الثاني قال انت برا طوط، نزل الثاني بدبوس طوله 2 متر والثاني يزلزل معاه شيخ. وش علاقه الشيخه والمرتكه والسيف والسلسله في سياره كل شبوب ليبي تو معظمهم اللي هذا مدايرها لك في السياره كبارتها لتالي. قدام المدارس طبعا عاد قصه ثانيه هذاك، لا فيلم ثاني بالذات مدارس لبنان. تلقى الشبيبه واقفين يعاكسوا ويا ريتها غير معاكسه لطيفه ولا رشيقه ولا كلام محترم، لا 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 تسمع كلام يرعش. والله لو كان لي بنت وقالوا لي واحد لما نطيح في مكاني كلامي هيك كبره. انت يا طوط خير طوط قايمه خشمك يا لطيف يا لطيف من قله اخلاقهم. وين يشبحوا البنات يبدو زي البركس كل واحد يدير يستعرض في فنياته بالذات التعين الكراهه، هذاك يسطرب هذاك يجري واللي ليه شهرين في صاله الحديد تلقاه لابس بدي وجاي يتفحل ماشيه غريبه هم يولي زي حرف الاس. في المصيف الواحد يبي يمشي يتنفس هواء ربي يبي يشم هواء يبرد وبيعوم طشه يبدو يطلعوا لك زي الباغليات. ولعبوا معاه هم الشبيبه ما شاء الله في البحر وانا تعرفوه هذاك يغرق في الثاني وعياطات وسبان وماس ومبكب كمبزعه ودلاع يتحادفوا بيه واسكت اسكت. لو كان طبعا مصر فيماتهم بشويه الشراب الليبي المعروف بوخه. يا سلام يا سلام بيبدا لك العار والعياط والضرب ليبي وسكر. والنبي يا شبوه خير خير ربي يصون ما نحصلوش ونبي شوية ملح. عرفتوا الجو هذاك طبعا. والنبي كيفك حتى في التصعيد تلقى العنف والعراك والضرب. اللي بيتصعد يجيب معاه في كتيبة من ناسه وجماعه ابي قوات تملى وتفرق ينزلوا لك بهذاك اللوح وهذاك المرتك والرشاد والسيوف والشتات وبعدين عاد يقول لك نجحت في التصعيد امينا للتعليم.
وخليك عاد من العنف بتاع الكوره، هذاك شيء ثاني. وفيه جو غير عادي، المشجعين قالبين الدنيا، علاماتهم ودبابيس في الشوارع، وكان ارباح الفريق ما انا في خير، وكان خسر الفريق ما انا في خير. في الهم احنا، هو مش يقول لك في الهم ما تختار. وكان اختبط عاد بسيارتك في وسطهم وما شجعتش، نهارك ليلتك دبه، والله ديك السياره ما يخلوها الا هيكل عظم. يا رجل حتى اللاعبين ما يسلموش منهم، الملاعب اللي يضيع مسكين ضربه يبدو فيه سبان وتحديث ويجبدوا له في الدنيا كلها. وبالك انت العنف راه تقول غير عند الشباب الصغار ولا الشبيبه، لا 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 لا، حتى عند الشيابين راه، والله حتى الشيابين اللي عندهم ما يقولوا. لو تشوفهم في الدواخل في مواسم الحرث والزراعه، هذاك الدعاك في بعضهم كيف قصه مؤسفه. هذاك يقول انت نقصت لي في ارضي، وهذاك يقول لا لا الدور علي انا في السقي اليوم، البير لي انا اليوم، ويبدا فيها الهبق بالمساويك. موسم امطار مليح مفروض احنا نراجعوا فيه وحرت ونستقبلوه بالدعاء والبركه، ويا رب يبارك، وان شاء الله بالبركه نستقبلوه برقبه ولا زوز تطيح فيه. واحنا بعدين ليش مستغربين من مشكله العنف هذا اللغوي؟ احنا اصلا راضعينها في الحليب من اول ما جينا للدنيا، واحنا بطل يا فرخ، الله لا تربحك. الام تدعي على ولدها يعطيك دعوه، يعطيك يا بخيتي ما يرفع رقبتك، يعطيك صحيحه، يعطيك فتاه. البو يدعي الله لا تربح. اختك كانت مست لها حاجه يعطيك كسره ليش ماسه. كل عنف في عنف، وكل واحد يقول لها